السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده في فيديو النهارده احنا هنتكلم عن البرنت. بصوا يا شباب، في جو الطباعه مش بس ان انت بتبرنت وخلاص. تمام. انت بتستدعي لايبراري اللي هي الاف ام تي لايبراري ديت. الاف ام تي لايبراري ديت هي اللي بتديك القدره ان انت تعمل برنت، وبتديك شويه ادوات كمان غير البرنت طبعا. بس احنا اهم حاجه بنركز على البرنت لان هو اللي بيساعدك ان انت تعمل لوجينج للانفورميشن. انت بتعرض الانفورميشن في سي ال اي لما تعمل جو ران، فانت بسبب حاجه زي كده قادر آه، تعمل حاجه اللي اسمها لوجين، وفي نفس الوقت بتساعدك تبني سي ال اي تولز. تمام. احنا فيديو النهارده فيديو بسيط خالص هنتكلم فيه عن الفرق بين البرنت والسبرنت، سواء كان برنت اف برنت لاين وهكذا، وازاي نستخدم الفورماتنج فيربس. تمام. طيب، انا عاوز نبدا كده. المكتبه هي imported، تعالوا كده نكتب ايه اف ام تي دوت برنت. خد بالك ان البي كابيتال عشان دي كيس سنسيتيف، ما تكتبش برنت سمول وتستنى حاجه تحصل. تعالوا هنا نشوف دي بتعمل إيه. فنكتب هنا هلو بالشكل دوت. تعالوا في السطر تحت بقى نكتب ايه وورد. بص كده لو انا جيت اعمل جوران، بص كده اللي حصل، طبعت لي الاتنين على نفس السطر، ما ادتنيش يعني هي ما خدتش سطر كده لوحدها. بص كده لو هنا عملت ده سميته مثلا تيست، وتعالى هنا نعمل علامة تعجب ومسافة. تعالى نرن تاني. بص كده الناتج اللي طلع على نفس السطر، ما خليتوش ياخد سطر تاني لوحده، يعني ما خدتش الجملة دي تاخد سطر لوحدها. طب انا ازاي اخد سطر لوحدها؟ ان انت بتعمل باك سلاش ان. تمام. بص كده هتلاقي الباك سلاش ان دي هي اسكيب كاركتر، خلاك تاخد سطر لوحده. تمام، حتى لونها مميز. تمام. اللي بتعمل بقى كده، خلينا نقول ان دي كده ايه، دي كده البرنت. تعالى بقى نبص على البرنت لاين. برنت لاين، نعمل اف ام تي دوت برنت لاين. برنت لاين بقى عكس كده خالص. بص لو عملنا هنا هلو وتحتها باي، بص كده جوران مين دوت جو، هتلاقي ان البرنت لاين هي خدت سطر لوحدها. سطر هنا هلو وسطر هنا باي. بس طبعا التست دي عاوزه باك سلاش ان عشان ايه تاخد سطر لوحدها، عشان هي ملمسه هنا. بس كده نعمل جوران، بس خلاص الدنيا تمام. طيب تعالوا كده، عاوز بقى ان انا اوريك ازاي نقدر يعني في البرنت لاين واحنا بنعمل جمله نديها ايه، ان احنا نطبع فاريبلز مع الجمله دي. تعالوا كده نعمل مثلا age 20 ونيم. تعالى مثلا عاوز اعمل جمله بتقول ايه مثلا hello my name is، وهنا يبقى محمد and I am كذا years old. تمام. وانا هنا قول مثلا يا سيدي عاوز اكتب الايدج واكتب النيم. هعملها ازاي؟ هاجي هنا كده هقول له my name is، واروح جاي هنا كده اعمل كده وحاطط هنا، واروح فاصل وحاطط هنا name. تمام كده. واروح جاي هنا يا سيدي وحاطط الايدج. قلت له هلو ماي نيم از، في بين دبل كوتيشن تروح حاطط النيم، تفتح دبل كوتيشنز تاني تروح كاتب الايه، الايدج. تمام. تعالى هنا كده I am age، وهنا كده my name is name، شيل دي واعمل run. بص يا سيدي hello my name is محمد and I am 20. احنا عشان نعمل حاجة زي كده في الأغلب هتلاقي انت بتتلخبط، يعني زي ما انت شفت انا بهوقت مني شوية. طب ايه الحل في حاجة زي كده؟ الحل احنا بقى بنستعمل حاجة اسمها برنت اف. برنت اف ديت بتديك بقى الفورماتد سترينج، حاجة كده فورماتد. تمام. خليها كده كمان عشان نكون أوضح. يعني ايه فورمات سترينجز؟ بص انا هاخد نفس الجمله دي كده، نفس الجمله دي كده واروح حاططها هنا. لا اسف، هتعمل كده اف ام تي دوت برنت اف، وتروح يا سيدي عامل كده. انت بقى ممكن تشيل دي كده وتقول my name is، وتروح حاطط هنا underscore and I am underscore years old. دلوقتي احنا عاوزين هنا نحط النيم وهنا نحط الايدج. احنا في لما نيجي نعين حاجات بالمنظر دوت، ان احنا نعين variables، دايما بنحتاج السترينج فورماتنج في البرنت اف ان احنا نوفر حاجه زي كده. بمعنى انا دلوقتي مثلا عندي string وعندي each. تمام. انا هاجي هنا
مش ماي نيم هنا string، عشان اللي انت عندك هنا string، هتيجي هنا وتقول له ايه percentage s، وممكن تعمل percentage s حتى للنمبر، بس اوريك هيطلع ازاي. ونقول له name وايج، وهو مراعاة يعني واحدة واحدة، هنا هتبقى هنا، يعني الاس ديت هتبقى للنيم والاس ديت هتبقى للايج. arg is wrong of type int، ما انا عارف. تعالوا كده، هو زعلان بس مش مشكلة، تعالوا نعمل جرعة، انا عاوز اوريك اللي هيحصل. قال لك بص، دي مش كده، ده انت 20، خد بالك انا عاوز string. انت ممكن تيجي هنا وتقوم محوله بقى. انا زي ما قلت لكم جولانج فيها التايب سيفتي، فهي مش هتبقى غير string. بص بقى لو عملت كده، ممكن بقى تعمل حاجة احلى. انت مثلا تعالى نرجع دي نمبر، احنا عاوزين نخلي الحاجة الاسم بندبل كوتس. لو انت عاوز تخلي الحاجة بندبل كوتس، تحط هنا كيو، وتعالى مثلا الايج برضو نحط له كيو، نشوف ازاي الدبل كوتس هتتعامل مع الايج، ونرن تاني. بص هنا اللي حصل، قال لك اكس 14 ودي محمد. بص كده لو انا خدت الايج ديت عملتها ده كده، ورحت عامل كده، هيتعامل معايا زي السترنج بالظبط، يقول له ام 20. طب انا بقى يعني بص بقى، انا عاوز النمبر. طيب النمبر اعمله ايه؟ هو النمبر ملوش حاجه؟ اقول لك لا يا سيدي، بص تعالى نرجع دي كده نمبر، تعالى هنا خلي مثلا ده string، ودي في للبيز انتجر، واعمل جو ران. بص كده اهي، انت دي راحت عملت ايه؟ الاس للسترنج، والدي ده للبيز انتجر. طب افرض انا مثلا كان عندي حاجه، يعني مثلا كان عندي رقم فلوت، تعالى هنا مثلا نقول له انا مثلا عندي مثلا بوينتس، ولنقل عندي بوينتس في لعبه، انا جايب كده مثلا، تقول له هنا your high score equal، وتروح عامل بقى هنا كده، تروح جاي حاطط ايه؟ البوينتس. طب ازاي بقى نعينها هنا بقى؟ انا عاوز بقى اوصل البوينت. تمام. الحاجات الفلوت يا شباب percentage f، وهو هيتعامل لوحده. بص كده كتب لها لك بالظبط. تقول لي بس ده كبير قوي كبير قوي. وهتلاحظ كمان، بص هنا محتاجه اسكيب كاركتر، هي برضه محتاجه باك سلاش ان. تعالى بقى ننضف الكونسول ونطبع كده اهي، جت على سطر لوحدها. خد بالك ان البرنت اف بتحتاج اسكيب كاركتر عشان تاخد سطر جديد، هي والبرنت، انما البرنت لاين مستقله لوحدها. بص هنا كده طبع لك الرقم وصفار كتيره. طب احنا مثلا عاوزين ان احنا الرقم دوت ناخد مثلا اول خانتين او اول خانه، يا اما 0.2 يا 0.1، مش هتشتكي. ولو عملتها 0 بوينت، بص اهي، لو عملتها 0.1 هيقربها لك بقى، عارف انت ابروكسيميتلي، يعني هيكبرها لك. بص اهو، خليها 300، 300.2. طيب طب انا بقى عاوز اريح دماغي من ده كله، يعني انا عاوز بقى مثلا اخد كل دي. انا افرض مثلا هنسى، يعني انا دلوقتي عاوز حاجه واحده اثبتها لكله. تمام. اقول لك تعالى كده يا سيدي، هناخد نفس دي كده، نعمل اف ام تي دوت برنت اف، اديله هنا بس اسكيب كاركتر. تعالى هنا نقول له نفس الحاجه، وتعالى نقول شيل دي كده عشان نحتاج هنا and your score is، وقول له مثلا داش 0.1 اف، وحط بقى الحاجه، قول له ادي النيم وادي الايدج وادي البوينتس. احنا ممكن نلخص ده كله ونخليها هنا في وهنا في، وسيب الفلوت زي ما هي عشان يديلك، او ممكن تقول لي هنا ايه بقى في برضو. تعال نشوف اللي هيحصل. طبعها لك زي ما هي بالظبط. الفلوت حابب تسيبها عشان الابروكسيميتلي قشطه، مش مشكله. حابب تسيبها زي ما هي ويديك الرقم كده، برضو مش مشكله، الرقم هو جالك زي ما انت كاتبه بالظبط. طيب دي جمله البرنت، يعني دي كده يا شباب البرنت. طب السبرنت بقى ايه؟ بصوا يا شباب، السبرنت ديت هي بيت ريتيرن سترينج، وممكن تخزن الفاليو بتاعه عندك. يعني لو خدنا دي كده وعملت اف ام تي دوت سبرنت اف، اعمل كده، انا اسف، اعمل كده، ودي دي باك سلاش ان. خلي بالكم السبرنت اف زي البرنت اف في حته السطر اللي بتاخده، والسبرنت لاين زي البرنت لاين
والبرنت زي السبرنت. هيقول لك هنا بص، ده مش يوز انت، رغم ان انت يعني اهو اف ام تي دوت سبرنت، بس هي كده انت كده عملت ريتيرن للسترنج، بس هو مش هيطبع. معناها ان الفاليو دوت محتاج يتخزن. فانت مثلا ممكن تقول له مثلا اس تي ار كده، والاس تي ار ده بقى تطبعه. يعني بص، حتى لو جيت هوفر عليه، ده سترنج. بص اهو، تعالى كده اف ام تي دوت برنت لاين، وقول له ايه الاس تي ار دوت. تعالى هنا كده، قول له ايه str، ونعمل علامة equal كده وسهم عشان نشوفه. وتعالوا نرن الابليكيشن كده آخر مرة بشكل بسيط جدا. بص كده، خد نفس الناتج دوت هنا، خزناه في الاس تي ار. فالسبرنت هي بتريتيرن معاك السترنج بس مش بتطبعه، بتخلي الحاجة متخزنة معاك. ده كده بمنتهى البساطة كان فيديو النهاردة، وإن شاء الله تكونوا استفدت منه. ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وإن شاء الله نبدأ نتكلم فيه عن الاف ستيتمنت وإزاي نهندلها مع السويتش. ونتقابل على خير إن شاء الله. السلام عليكم.